بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات قيادة منظمات المجتمع المدني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله صباحكم وكل عام وأنتم بخير. سعيد بانعقاد هذا المؤتمر لمنظمات المجتمع المدني. هذه نخبة من أبناء اليمن يجتمعون في هذه القاعة، قاعة شوكاني. نتطلع إلى أن هذا الاجتماع يصدر عنه قرارات وتوصيات فعالة تخدم الوطن والمواطن في ظل هذا الجو المكهرب، في ضوء العدوى المنقولة عبر القنوات الفضائية إلى اليمن. لا نريد أن نكون مقلدين للآخرين. ماذا نريد نحن؟ احنا بلد تعددي ديمقراطي. استفتينا على الوحدة، اجرينا اكثر من 3 مرات انتخابات نيابية يعتبر استفتاء، انتخابات رئاسية يعتبر استفتاء، انتخبنا منظمات المجتمع المدني. عندنا حرية صحافة، عندنا احترام حقوق الإنسان، عندنا المرأة شريكة في الحياة السياسية، عندنا بنينا اليمن طوبة الآن في معاول للهدم. يريدوا أن يدمروا ما بني حقدا وحسدا على ما جاء على أيدي هؤلاء الشباب وعلى أيدي هؤلاء الكفاءات، على أيدي العمال والفلاحين، على أيدي كل الشرفاء في اليمن، في أجندة خارجية وفي مؤامرة ضد الوطن وأمنه واستقراره. عبر عن رأيك سلميا، عبر عن رأيك ديمقراطيا، عبر رأيك عن طريق الصحافة. هناك وسائل متعددة تقدر تتحدث. لا تقطع طريق، لا تقتل النفس المحرمة. أمس وأول أمس اعتداءات غاشمة في مدينة المنصورة، أحرقوا 9 سيارات حق المواطنين، 9 سيارات عدوان. أحرقوا قسم الشرطة 2، هاجموا المعهد المهني 3، هاجموا كلية المجتمع 4، يعني هاجموا على البريد، ينهبوا الفلوس البريد. هذا عمل ديمقراطي؟ هذا عمل تخريبي، هذا عمل تخريبي للأسف الشديد، وراءه عناصر لها أجندة خفية ومتآمرة. فشلت مشاريعها، فشل مشروعها في عام 1994، فشل المشروع، وكانت رماد، نار تحت الرماد. الآن من عبر القنوات الفضائية وعبر عدوى حمى الضنك الآن بدأوا يتحركوا. اقطعوا الطريق هنا، اقطعوا حفيرة فان، حركوا مسلحين إلى المنصورة، حركوا مسلحين إلى الشيخ عثمان. الآن بدأوا يكسروا في داخل عدن. بدأوا يكسروا لصالح من؟ لصالح من؟ من يريد أن يصل إلى كرسي السلطة فليتجه معنا نحو صناديق الاقتراع. الشعب اليمني بيواجه عناصر التخريب والخارج عن النظام القانوني. احنا عندنا سعة سطر، نعم سعة سطر وديمقراطية، لكن كلام البلاطجة لن يمشي في الشارع. بلطجية مستأجرين معروفين من هم الذي بيأجروهم. فمنظمات المجتمع المدني قيادات فاعلة وقيادات مثقفة وقيادات سياسية. نعلق الأمل على مؤتمركم وعلى القرارات التي سوف تسفر عن اجتماعكم بشجاعة أدبية وبشجاعة وبمسؤولية. لا تخافوا إلا الله سبحانه وتعالى، لا تخافوا حد، لا تنافقوا الخارجين عن النظام والقانون والفوضى، لا تنافقوا الخارجين عن النظام والقانون ودعوة الفوضى، ولا تنافقوا السلطة إذا كانت مش على صحيح. لا تنافقوا. احنا لا نريد النفاق، نريد كلمة الحق، لكن ما حد يقسم الكلمة النصين. يعني هذه نجيبها للسلطة نجيبها للمعارضة، لا، جيبوا الكلام الصحيح. أنتم مع الأمن، أنتم مع الاستقرار، أنتم مع التداول السلمي للسلطة، مع التداول السلمي للسلطة. أهلا وسهلا، تحياتي لكم الأخوة والأخوات قيادة منظمات المجتمع المدني، وأتمنى لقراراتكم التوفيق والنجاح. مع سلامة الله.